بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع شريف المصري. الحقيقة أنا عايز أتكلم معاكم النهاردة على موضوع ضبط الأسعار ده اللي الناس عاملة منه قصة كده وفيلم وأغنية. وكل واحد دلوقتي اللي أنا شايفه من السادة المسؤولين بي بيلمع نفسه في هذا الموضوع. يعني يطلع مدير أمن الدقهلية ينزل يعمل حملة لضبط الأسعار. مش عارف أنا بصراحة مدير أمن الدقهلية إيه علاقته بالموضوع، بس أوكي ماشي، وينزل ويتصور ويشيل الواد اللي حاطط البتاع ب 4 جنيه ينزلها 3 جنيه ونص. وكلها عبارة عن سوكسي كده إعلامي كل واحد عايز ياخده، ويطلع يقول ان بيضبط الاسعار للمواطنين قبل حلول شهر رمضان الكريم المعظم. كلام يعني ملوش بصراحة معنى. لو عايزين تتكلموا في الموضوع ده ببساطة كده شديدة، هو كل الموضوع محتاج مننا ان احنا نركز شوية ويبقى عندنا منافذ واحدة، مش بتاعت الشرطة وبتاعت الجيش وبتاعت المجمعات الاستهلاكية والشركة المصرية للجملة. حاجات كده كلها ضربة في بعضها، يعني تحس ان كله ضرب كده في بعضه. والموضوع بسيط، يعني انت باختصار يعني لو عملنا صفحة حتى على الفيسبوك وحطينا اسعار السلع سلعة، واللي يلاقي سلعة دي بتتباع بسعر اغلى مش هيشتريها. والتاجر النهارده للاسف يعني الناس فاكره ان هو جشع، بس انا عايز اقول لكم ان التاجر بيكح تراب، لانه في الاخر ما بيشتغلش وعليه التزامات. ففي النهايه هو مجبر انه ينزل في السعر، هيعمل ايه يعني؟ هو عايز يبيع. ففكره ان الحكومه بتضحك على الشعب وتقول له ان التجار يعني عندهم جشع وبتاع، دي طريقه كده فاهم عشان ايه؟ نطلع كويسين زي 2 متطلقين. فكل ما كل ما الست تكلم ولادها تقول لهم ابوكوا ابوكوا ابوكوا. ففي الاخر ابوكوا هو اللي بيحاسب على المشاريب، وابوكوا هو اللي وحش، وابوكوا هو اللي متنيل عين سلسفينه. يعني هي القصه كلها ماشيه في الدايره دي يعني. بس الموضوع بسيط، يعني انت مش محتاج تنزل ومش محتاج تروح ومش محتاج تيجي وتبين وتطلع في التلفزيون وتجيب قدامك 2 حراسات خاصة و2 حراسات ورا ونضيع في وقت. هو موضوع بسيط، انت عايز تحل الأزمة تمام، ننزل واخد بالك، نركز على ننزل نروح نشتري سلعة معينة ونوديها المجمع اللي موجود وتبيعه بسعر. انزلوا كده سوق العبور، يعني الحكومة تنزل سوق العبور كده تشتري منه، تروح للمزارع تشتري منه بسعر معقول تمام، بدل الناس الوسيطة اللي موجودة واخد بالك. والمنافذ اللي هي فاتحة تبيع للناس. موضوع مش صعب يعني اشتغل تاجر شوية، الحكومة تشتغل تاجر شوية، تشتري من هنا هتخسر شوية لان هي طبعا لسه هتكون بتتعلم فهتتعب شوية، بس هتشتغل هتظبط الاسعار. يعني هي المشكلة كلها في المصالح والسرقة اللي احنا عايشين فيها. بس واحد يقول لك كيلو الطماطم ب2 جنيه ومكتوب عليه 5 جنيه مثلا. طب ما هو واصل ده في العبور، والتاني في تحت في شبرا بيتباع ب3.5. ما هو بالمنطق في تكلفة اسمها تكلفة نقل، والنهارده بقى في كروت وكارتات يا جماعة، والعربية ايجارها كام اللي الراجل بيبيع عليها؟ يعني ما نخلينا عقلانيين، عندنا عقل شوية. بدل ما كده والله يا جماعة نطلع فكرة ذكية، كل شارع كل منطقة كل حارة واخد بالك يلموا من بعض فلوس ويروحوا يشتروا خضار بتاعهم بالجملة. هيوفروا حلول، في افكار بره الصندوق وافكار مش محتاجة الحكومة تمام، والموضوع يتحل. والستات اللي تعمل صلصة، يعني هي الموضوع كله ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض شوية. بس لا ننزل نتمنظر ماشي، ما تجيب كده تجربة، ما نجيب رئيس حي ونقول والله الشارع الفلاني ده او المنطقة الفلانية دي الستات كل واحدة هتطلع من مصروفها 20 جنيه كل بيت، وتلموا مبلغ، والمبلغ ده تروحوا تشتروا بيه خضار اللي انتوا عايزينه، وتيجوا في الاخر تمام
تقسموا البضاعة اللي انتوا جبتوها على كل واحد دفع 20 جنيه، ال 20 جنيه اللي دفعها هياخد خضار كتير وهياخد شغل كتير وخلاص، والنقل بقى واحد وتقسم عليكم. بس هو الموضوع ايه؟ نفكر مع بعض شوية من غير ما ايه، ما نقرف بعض. تاجر الجملة هيبيع لك بسعر كويس، التاجر اللي بقى في السوق اللي واقف دوت هيعمل ايه؟ تمام، اما يلاقيك انتوا ما بتشتروش منه هينزل في السعر. هو السعر عرض وطلب. الحكومة ما فيش في قدرتها اي حاجة تعملها. اللي يقول لك ان الحكومة كل المنظر بس ننزل نمشي ونزعل الواد، نزل السعر بتاعك يا ولد، هو بعد ما يعدي يرجع سعره تاني. ايه المشكلة يعني؟ مفيش حاجة حصلت يعني. بس احنا لو خدنا مبادرة كده بسيطة، يا جماعة كل عمارة، مش هكلمكم على كل شارع، كل عمارة كده قعدوا مع بعض. طبعا الجيران متخانقين مع بعض مش هيكلموا بعض، يعني ده موضوع عشان نبقى متفقين عليه. يعني نقعد مع بعض، ده النبي وصى على 7 جار. نقعد مع بعض نتفق، والله يا جماعة ننزل نشتري الطماطم، الأستاذ فلان هيروح يجيب لنا الطماطم ديت، هو هيروح معاه ابن مدام فادية، ويطلعوا مع بعض ويروحوا هيجيبوا الحاجة ويجوا ويجيبوا لهم ميزان ويقسموا الحاجة اللي جابوها بالفلوس اللي دفعوها. هتلاقوا نفسكم وفرتوا فلوس وجبتوا حاجة كويسة مع بعض وخلصتوا. تمام، ما هو ده الحلول. هنظبط الأسعار زي ما انتوا كده بتشتروا حاجات لبعض عندنا واحد بيبيع في الشغل كذا بجيب له. هي الدنيا ماشيه كده. ده ضبط الاسعار يا جماعه. مش هقول لك بقى الحكومه والحكومه تروح تجيب وتبيع وتشتري، مش هعتبر ان الحكومه موجوده اصلا. احنا هنظبط الاسعار. الناس هيعملوا ايه في الاخر؟ هيظبطوا اسعارهم. مفيش قوه خارقه هتحل المشاكل. اللي هيحل المشاكل المواطن. فاحنا كمواطنين ببساطه ونكتب الحل بتاعنا ده ونحطه على السوشيال ميديا، هيجارنا اللي جنبنا اللي انا جربنا هيجرب زينا، وهكذا وهكذا وهكذا. شويه جبنا من سوق العبور، بعد شويه هنتعرف على حد عنده مزرعه هنشتري منه بسعر كويس. هي الدنيا هتمشي كده، هيحصل ضبط الاسعار. اما انت عايز تظبط الاسعار هتظبطها ازاي يعني؟ مش فاهم. وكل سبت بتعملوا اجتماع تقعدوا زي التلاميذ في ضبط الاسعار. ما ضبط الاسعار مش هيجي حقيقة غير من الاجهزة المحلية اللي هي المحليات اللي موجودة، ما التعاون مع المواطنين. والشباب اللي قاعد مش لاقي حاجة يتنيل يعملها وقاعد على القهوة، هينزل يلاقي سبوبة يعملها ويجيبها ويجي شوية هتبقى بعد كده بفلوس، بعد شوية هو هيغلي عليك وهيبقى هو التاجر. وهي الدنيا كده يعني، وهكذا لغاية ما الدنيا تتظبط. فكروا كده مع بعض، شغلوا دماغكم، ويعني بحبك يا بلادي بحبك يا بلادي مع شريف المصري. بصراحة موضوع كوميديا يعني.